أحييكم جميعا بهذا الصباح الجميل. سأتحدث في هذه العجالة عن عدو الجهل في هذه المحافظة، عن الشمعة التي أضاءت لمدينة قلوة وقراها بالعلم والنور. إنه معلمنا جميعا الذي سبق الشيخ محمد بالقرون والشيخ عبد الخالق والشيخ مستور ومحدثكم، إنه المرحوم أول معلم في قلوة، المرحوم بإذن الله حسين محمد خماش العمري. ولد المرحوم في قرية العياش في محافظة المصرات عام 38 هجرية 1338 هجرية. نشأ يتيما، وقدر الله أن يكون شخص في مالية الباحة مرحوما بإذن الله سمى محمد الابن. هذا الشيخ تزوج كريمة الأستاذ حسين محمد خماش، فأخذه معه لأنه يتيم في مالية الضفير، وجلس معه وتعلم في مدرسة الضفير الابتدائية، وحصل منها على شهادة الصف الرابع فقط. عمل مأمورا لمستودع مالية الضفير.